السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ توتي. النهاردة هنقدم مع بعض وصفة جميلة وسريعة بمناسبة راس السنة، كرات التلج. إن شاء الله وصفة سريعة هتعجبكم جدا، ويا رب يجعلها سنة سعيدة علينا إن شاء الله كلنا. ويا رب وصفتي تعجبكم. اللي هتجيب وصفتي ما ينسناش في اللايك والاشتراك في القناة لأول مرة يشوفنا وتفعيل الجرس عشان أي وصفة جديدة أعملها يوصلكم إشعار بيها. تعالوا نشوف هنعمل كرات التلج مع بعض إزاي. عندي اول حاجه كوبايتين بشر او جوز الهند، وعندي تلتين كوبايه سكر بودره، عندي كوبايه لبن دافي، عندي معلقه سمنه بلدي، نص معلقه فانيليا، عندي بشر لوحده كده في الطبق انا مجهزاه هنزين بيه في الاخر. اول حاجه هنبتدي بيها هنجيب بوله وهنضيف فيها اللبن وهنضيف السكر. انا هندوب بس الاول السكر في اللبن بالشكل ده كده، وهنضيف فيه عليه الفانيليا، هقلب كده لحد السكر معايا ما يدوب خالص. انا مستخدمه سكر بودره عشان يدوب بسهوله ما ياخدش وقت في الذوبان. وهنضيف معلقه السمنه. طبعا اذا كان بالنسبه اللبن او البشر، انا لو احتجت اضافه وانا بنعجن العجينه بتاعتي، احتجت اضافه اي حاجه فيهم ببقى دايما عندي زياده علشان العجينه تطلع مظبوطه معايا. انا عندي كل السكر والسمنه دابوا خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدا اضيف بقى البشر بتاعي بالشكل ده كده، وهبدا برضو اقلب. طبعا فكره ان اللبن يبقى دافي ان السكر والسمنه يدوبوا فيه بسهوله. حسيت ان اللبن ياما على البشر بنضيف بشر، حسيت ان العكس ان البشر ياما بنضيف لبن. انا هقلب كده الخليط بتاعي بالشكل ده كده لحد ما يتجانس مع بعضه، والجوز الهند كلها تتشرب من اللبن بالشكل ده كده. هنضيف بس حبة بشر كده صغيرين ألم بيهم، بس كده. وهبدأ أشكل بقى العجينة بتاعتي بإيدي ونبدأ نشوفوا هنعملوها ازاي مع بعض. انا بعد ما عجنتها سبتها تريح في التلاجة شوية عشان السمنة اللي فيها تمسك وتتشكل معايا بسهولة. طبعا كل بشر والتاني بيبقى ليه في بشر ناعم وفي بشر خشن، عشان كده انا بقولكوا دايما نسيبه لبن او بشر زيادة علشان نشوفوا هي محتاجة ايه واخليها بالشكل ده معايا. انا عايزاها طرية كده مش عايزاها ناشفة علشان ما تنشفش مني لو اتسابت شوية. انا بكورها كده بايد واحدة بالشكل ده كده. هي طريه بس لما تتساب شويه كمان هتمسك السمنه اللي فيها، هتخليها تمسك عن كده. انا سايباها طريه كمان علشان يتحط فيها البشر اللي على الكفر الخارجي يثبت فيها بسهوله. نشكل بالشكل ده كور كده ونحطه في البشر اللي انا مجهزاه في الطبق ونضيفه بالشكل ده. هعمل معايا المقدار كله لحد ما يخلص واوريهولكم في النهايه. دي كرات التلج بعد ما شكلناها كتبناها على السنه الجديده. ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا. احب كمان ازينها بسكر بودره بالشكل ده كده علشان فعلا اكن التلج نازل عليها. اولادنا يفرحوا جدا بالحاجات الجديده المبتكره دي ومش مكلفه. كل مقاديرها من عندي في البيت وسهله في عمايلها جدا، ما بتاخدش اي مجهود او مقادير كتيره. ان شاء الله وصفتي تعجبكم وبألف هنا.